ما تنساش لايكك العسل وسبسكرايبك الجامد. انا زياد ويلا نبدأ الفيديو. بيبدأ الفيديو مع بنت اسمها تشيهيرو، واللي بتبقى قاعدة في العربية زعلانة انها سابت مدرستها واصحابها وبيتها القديم ورايحة على بيت جديد. ولكن وهي ماشية في العربية مع باباها ومامتها، فجأة وهما ماشيين بيدخلوا طريق متفرع بالغلط، وبدل ما يرجعوا ويلفوا بيضطروا ان هما يكملوا، لانهم بيشوفوا ان البيت الجديد قريب من هنا. فبيدخلوا ويكملوا، وتشيهيرو بتشوف تمثال شكله غريب، وبعدها بيقفوا قدام نفق مظلم. النفق ده كان شكله مخيف في الأول، بس أبو تشيهيرو وأمها كانوا عايزين يكتشفوا النفق ده. تشيهيرو رفضت وقالت لهم بلاش، خلينا نرجع. لكن والد تشيهيرو قال لها أنا عايز أكتشف المكان. المهم دخلوا النفق ده، وبعد ما دخلوه طلعوا على مكان شبه حديقة جميلة، وفضلوا يتمشوا فيها شوية. وبعد كده لقيوا زي قرية كده مهجورة. القرية دي كانت مليانة مطاعم، والمطاعم دي كان فيها أكل لذيذ وجميل جدا. ومن تفاصيل أبو وأم تشيهيرو نزلوا على طول على الأكل من غير ما يستأذنوا أي حد، وفضلوا ياكلوا ومرضيوش يسمعوا كلام بنتهم. وبنتهم كانت قاعدة وراهم بتقول لهم يلا نروح، الدنيا مش أمان، المكان شكله خطير، وإنها خايفة. ولكن هما مش سامعينها. وأبوها قال لها ما تخافيش، أنا معايا فلوس وكريدت وعمالين ياكلوا. قال بيقول لك فلوس، ما يعرفش الغلبان إيه اللي هيحصل له. المهم لما زهقت شهيرو سابتهم ومشيت تتفقد المكان لوحدها، ولقيت كوبري بيمشي تحتيه قطر، وبعد الكوبري لقيت مبنى مكتوب عليه مركز استحمام. وفجأة لقيت واحد اسمه هاكو. هاكو ده قال لها انت ايه اللي جابك هنا؟ المفروض تمشي حالا قبل الغروب ما يجي. وفعلا بدأ الغروب يجي. قال لها اهربي ولازم تعدي النهر حالا، وانا هحاول امنع ان هم يمسكوكي. وفعلا فضلت تجري، ما تعرفش من ايه، بس هي فضلت تجري وخلاص لغاية ما راحت عند ابوها وامها. وهنا بتكتشف الصدمة، ابوها وامها اتحولوا لخنازير، واكتشفت ان في ارواح ماشية حواليها ومش عارفة تعمل ايه. قالت انها تحاول تهرب، حاولت تجري على مكان الخروج، لكن لقيت النهر اللي كان موجود هناك فضوا بقى زي البحر ومش عارفة تعمل ايه. للحظة حست انها بتحلم، ولكن للأسف كل ده حقيقة. وبتبص على ايديها لقيت ان ايديها شفافة، شكلها هتبقى زي الشبح. راحت قعدت وهي زعلانة وخايفة، ولكن جالها هاكو وعطاها حاجة تاكلها، وقال لها ما تخافيش، دي هتشفيكي وهتمنع انك تتحولي الارواح زيهم. ما تخافيش، هي مش هتخليكي خنازير زي ابوك وامك. وفعلا اكلتها، وفعلا برضو رجعت لشكلها. وبعد شوية لقيوا طائر غريب بجسم صقر وبراس ست عجوزة بيطير فوقيهم وبيدور على تشيهيرو. فهاكو قال لها انا لازم اهربك من هنا، وقال لها ان احنا لازم نعدي على الكوبري، بس الكوبري مش هينفع ان احنا نعدي عليه لانك انت بشر، فلازم تاخدي نفس عميق وتحبسي نفسك لغاية ما نعدي من على الكوبري. وفعلا حبست نفسها وعدت من على الكوبري، ولكن قبل ما تخلص الكوبري للأسف في ضفدع نط قدامها، وللأسف أخدت نفس واكتشفوا إنها بشرية. فأخدها هاكو وهرب بيها ناحية مكان على جنب المبنى. ولما راحوا هناك قال لها إنه لازم يعطل الموجودين هناك عشان ما يدوروش عليها، وهي لو عايزة تساعد أبوها وأمها هتعمل اللي هيقول لها عليه بالظبط. قال لها لما تهدى الدنيا شوية هتخرج من الباب الخلفي، هتلاقي سلم كبير هتنزل عليه لغاية ما هتلاقي غرفة السخان، هتلاقي فيها واحد اسمه كاماجي بيسخن المية. هتطلبي منه إنك عايزة تشتغلي في المكان، ولو رفض هتصري عليه لغاية ما يشغلك. وخلي بالك لو ما قدرتيش تشتغلي هتحولك يوبابا الحيوان. شهرو سألته مين يوبابا؟ قال لها دي ساحرة بتدير المكان ده، هتتعرفي عليها بعدين. وسابها ومشي. وبدأت شهرو تمشي وتنزل على السلالم لغاية ما وصلت لغرفة السخان. ولما دخلت شافت كاماجي. في الأول خافت تتكلم معاه، ولكن هي ما عندهاش حل تاني. وفعلا راحت لكاماجي. كاماجي ده وحش عنده 6 أيادي. المهم طلبت منه شغل، ولكن الطبيعي انه رفض. وبعد مدة جت واحدة اسمها رين عشان تأكل كاماجي والأقزام اللي معاه. بالمناسبة كاماجي عنده أقزام بتشتغل عنده، مهمتها هي انها بتحط الفحم في السخان. عامة رين أول ما شافت شهيرو اتخضت لأنها إنسانة طبيعية مش شبح، بس كاماجي قال لها إنها حفيدته وإنها عايزة شغل، وقال لرين تطلع شهيرو ليوبابا عشان تشوف لها شغل. وفعلا سابت شهيرو الجزمة بتاعتها مع الأقزام لأن المكان نظيف وملهاش لازمة، وراحت مع رين. وقبل ما تمشي شكرت كاماجي، وكاماجي اتمنى لها التوفيق. وبعدها مشيت واخدوا الأسانسير وفضلوا يطلعوا، وتشهيرو مذهولة من المكان. ولكن وقفوا عند دور معين بسبب إن هما لازم يغيروا الأسانسير، بس قابلوا وحش كده شبه الفجلة. ولكن وهم رايحين يركبوا الأسانسير التاني رين لقيت إن الوحوش بدأت تشم ريحة بني آدم، واللي هي تشهيرو، فخلت وحش الفجل يطلع بيها ويكمل معاها. وفعلا فضلوا يطلعوا لغاية ما وصلوا لدور يوبابا. وأول ما دخلت يوبابا حست بيها فسحبتها لغاية عندها. ولما وصلت عندها لقيت شهيرو 3 رؤوس بدون أجسام بيشتغلوا خدامة عند يوبابا. ولقيت كمان يوبابا سألتها عايزة إيه ومين اللي ساعدك عشان تيجي لغاية هنا؟
شهيرو مردتش على السؤال وقالت لها إنها عايزة تشتغل. فقالت لها يوبابا إن المكان ده مركز استحمام للأشباح، بيجوا هنا عشان يستمتعوا ويستريحوا وينضفوا، ولكن انتوا البشر سيئين، حتى باباكي ومامتك لما أكلوا أكل الأشباح وعشان كده حولتهم لخنازير. وهنا يا صديقي بنعرف إن الأكل اللي أكلوه أبو وأم تشهيرو ما كانش ملعون، دي يوبابا عاقبتهم على اللي هم عملوه. عامة بتقول يوبابا لتشهيرو إنها هي التانية لازم تتعاقب، فقالت لها أحولك لخنازير زيهم ولا إيه؟ فتشهيرو برضو مردتش عليها وقالت لها إنها عايزة تشتغل. فتعصبت يوبابا وقالت لها بصوت عالي: انتي واحدة بشرية مش منظمة، وانا هعمل ايه بيكي وبجسمك الصغير والضعيف غير اني اخلص عليكي. ولكن فجأة بسبب صوت يوبابا العالي بيصحى طفلها، واللي بنلاحظ ان هو ضخم جدا وبيفضل يعيط. فبتقلق يوبابا وبتقول لها ان الطفل صاحب سببها، وبتأمرها تمشي من المكان والا هتخلص عليها. لكن شهيرو بتستغل الموقف وبتقول لها انها مش هتمشي من المكان غير لما تاخد شغل. وفعلا بتضطر يوبابا ان هي تشغلها معاها وبتديها عقد عشان تمضيه، وفعلا بتمضيه تشهيرو. ولما بتشوف يوبابا الاسم بتستغرب وبتقول لتشهيرو ان اسمها حاليا بقى ملكي، وان تشهيرو من هنا ورايح هيبقى اسمها الصين. عامة بيدخل عليهم هاكو وبتتصدم تشهيرو. المهم بيقول لي يوبابا: انت ندمتيني، كنت عايزة حاجة؟ فبتقول له انه ياخد صين ويشوف لها شغل، وفعلا بينزل بيها. ولكن كل اللي كانوا موجودين ما كانوش طايقين تشهيرو ومش عايزين يشغلوها. فهاكو طلب من رين انها تشغلها معاها، ومع ان رين بتكون متضايقة ولكنها بتوافق وبتاخدها وبتمشي بيها. ولما بيكونوا في مكان فاضي بتتكلم رين مع تشهيرو وبتقول لها: جدعة، وازاي قدرتي تقنعي يوبابا؟ وبيبان هنا يا صديقي ان رين مبسوطة بتشهيرو وفرحانة بيها، بس مش عايزة تبين لحد. المهم بيبان على تشهيرو التعب، فبتاخدها رين لغرفة النوم وبتديها هدوم غير اللي هي لابساها، وبنسيبهم وبنروح لهاكو واللي طلع حاليا عند يوبابا، وبيودعها هو والرؤوس الثلاثة وبتتحول لطائر وبتطير مع الطائر بتاعها. ولو فاكر يا عزيزي في اول الفيديو لما تشهيرو وهاكو كان لسه متقابلين ولقيوا طائر كان بيدور على تشهيرو، اهو الطائر ده طلع طائر يوبابا. المهم بتمشي يوبابا والصبح بيطلع والكل بينام، وقال العلم المكان ده كل اللي فيه بيناموا الصبح وبيصحوا مع الغروب. عامة تشهيرو ما بتعرفش تنام وفضلت صاحية، بس فجأة سمعت باب الغرفة اتفتح، فغمضت عينيها ومرة واحدة لقيت ايد بتمسكها وبتقول لها: هستناكي بره عند الكوبري. وبيطلع هاكو. المهم تشهيرو بتفتح عينيها وبتبص حواليها بس مش بتلاقي حد، وبتاخد بعضها وبتروح عند غرفة السخان عشان تاخد الجزمة، لكن ما كانش فيه أي حاجة، بس بتلاقي الأقزام مطلعينها لها فبتلبسها وبتشكرهم. وبتمشي وبتروح عند الكوبري بس بتلاقي شبح مقنع واقف فبتخاف، وبعد ما بتعدي من على الجسر بتبص وراها بتلاقيه اختفى. وأنا عايزك تفتكر الشبح ده لقدام. المهم بتقابل شهيرو هاكو وبيقول لها: تعالي أخليك تشوفي باباكي ومامتك. وبياخدها وبيعدوا في وسط الشجر، وهاكو عمال يقول لها: خلي بالك عشان لو يوبابا لمحتك هتحولك لخنزير، وأكد عليها إنها ما تجيش هنا لوحدها أبدا. عامة بياخدها وبيروحوا لحظيرة الخنازير، وبتشوف أبوها وأمها وبتقول لهم إنها سن، بس ما بيردوش عليها. فبيقول لها هاكو إن هم مش فاكرين إنهم بني آدمين أساسا، فبتزعل وبتسيبهم وبتقعد على جنب. فبيديها هاكو هدومها القديمة وبتلاقي وسطها كارت مكتوب عليه تشهيرو. وهنا بتتصدم صدمة عمرها إنها نسيت اسمها. فقال لها هاكو إن يوبابا عملت لك سحر عشان تسيطر عليكي، وبيقول لها إنها تحافظ على اسمها عشان لما تخرج، وإن هو التاني نفسه يخرج بس هو مش فاكر اسمه، وإنه لسبب ما عارف اسمها وفاكرها. هو بيطلع أكل وبيديها تاكل، فبتقعد تاكل وهي بتعيط. وبعدها بترجع من على الكوبري بس بتبص وراها بتلاقي تنين طاير، فبتعرف إن هاكو بيقدر يتحول لتنين. وبعد ما بتمشي بنلاقي إن الشبح المقنع ظهر وبيطلع إنه كان بيراقب تشهيرو. عامة بيصحى كاماجي وبيلاقي تشهيرو نايمة جنبه على الأرض وحضن هدومها القديمة، فبتصعب عليه وبيغطيها. وبعدها بيجي الليل وبيصحوا الأشباح وبتاخد رين تشهيرو عشان تشغلها معاها. وبرغم من إن الشغل بيبقى صعب على تشهيرو إلا إنها بتحاول تثبت نفسها. بس تشهيرو لما راحت تكب مية بره المركز لقيت قدامها الشبح المقنع وبتقول له إنها سابت له الباب مفتوح، ودي كانت أكتر حاجة غلط عملتها تشهيرو. وبعدها بيجي واحد لرين وبيقول لرين إن الدور عليها إنها تنظف الحمام الكبير، ولما بيروحوا يشوفوه بيلاقوه قذر بمعنى الكلمة ويبدأوا ينظفوا فيه. ورين بتقول لتشهيرو تروح تجيب شريحة تنظيف من عند رئيس العمال، وفعلا بتروح، بس رئيس العمال بيرفض يديها حاجة، بس بيظهر وراه الشبح المقنع وبيدي تشهيرو واحدة، فبتشكره وبتروح عند رين. فرين بتقول لتشهيرو إن الشريحة دي بنعلقها عشان تروح لكاماجي وهو بيبعت لنا مية، وفعلا بيبعت لهم المية. وبتسيب رين تشهيرو وبتروح تجيب أكل، فتشهيرو بتبص وراها بتلاقي الشبح المقنع واقف في الزاوية وبيتحرك عليها وبيديها كمية كبيرة من الشرايح وبيختفي.
وبعد شوية بيجي للمركز وحش معفن وريحته قذرة، فيوبابا بتخلي سن واللي هي تشيهيرو إنها هي اللي تنضفه. وفعلا بتبدأ تشيهيرو تنضف فيه بصعوبة وبتثبت جدارة، وفعلا الوحش بينضف وبيكون مبسوط جدا، وبيدي تشيهيرو كرة علاجية كمكافأة. الكرة العلاجية دي وظيفتها إنها بتفك أي سحر أو لو حد تعبان بتعالجه. فبتقرر تشيهيرو إنها تدي الكرة دي لأهلها يمكن يرجعوا زي الأول. وفجأة بعد ما الوحش ده بيختفي بيلاقوا الأرض مليانة دهب، فبيفرحوا العمال وبيقعدوا يلموا في الدهب. وبعد شوية بتقعد تشيهيرو مع رين وبتسألها عن هاكو وإنه ليه مدة مش باين. فقالت لها رين إنه مساعد يوبابا الشخصي وبيعمل كل شغل يوبابا القذر. فبتقلق تشيهيرو لما بتسمع الكلام ده، وبيطلع الصبح وبيناموا الكل. بس لما الأشباح بيناموا بيروح الضفدع للحمام عشان يدور على الدهب، فبيظهر له الشبح المقنع. فبيتخض الضفدع وبيقول للمقنع انت ايه اللي دخلك للمكان ده، انت ممنوع تدخل هنا. فبيديله المقنع دهب، وبيطلع الدهب اللي كان موجود في المكان ده من المقنع لانه بيصنع الدهب. فبيقرب الضفدع عشان ياخد الدهب، فبياكل المقنع الضفدع حرفيا. وبعدها بيجي رئيس العمال عشان يشوف ايه صوت الكركبة اللي في المكان، فبيظهر له المقنع وبيقول له انه جعان وبيديله دهب كتير. على الناحية التانية كانت شيهيرو هربت وراحت لمزرعة الخنازير عشان تأكل باباها ومامتها الكرة العلاجية. وهنا بتحصل الكارثة، شيهيرو بتنسى باباها ومامتها ومش بتقدر تتعرف عليهم. وبتصحى شيهيرو واتاريها كانت بتحلم. بس المشكلة انها لما بتصحى بتلاقي انها لوحدها في الغرفة وان مفيش حد معاها. فبتطلع للبلكونة بتلاقي الدنيا صبح والشمس طالعة، وبتلاقي ان كماجي مشغل السخان. فبتنزل تشوف فيه ايه، وبتلاقي الكل شغال بيعمل طعام للشبح المقنع، وهو في المقابل بيديهم دهب. عامة بتسيبهم تشيهيرو وبتروح تدور على هاكو لانها قلقانة بسبب ان هو اتأخر وخايفة تنسى والديها. بس وهي واقفة في البلكونة بتلاقي هاكو على شكل التنين بيجري ووراه طيور ورقية. والمشكلة ان الطيور دي بتهاجمه وبيتجرح هاكو وبيهرب منهم، وبيدخل الغرفة عند تشيهيرو وهي بتساعده وبتقفل الباب. وبتبص على هاكو بتلاقيه جريح وبيموت، فبيسيبها وبيروح عند غرفة يوبابا. فبتروح تشيهيرو عشان تركب الاسانسير وتطلع وراه، بس في طائر ورقي بيلزق في ظهرها وبيراقبها. عامة بتروح تشيهيرو عشان تطلع، لكن في واحد بيمنعها وبيقول لها ممنوع تستخدم المصعد. فبتضطر ترجع، بس وهي راجعة بتقابل الشبح المقنع وبيكون عايز يديها دهب، بس هي بتكسفه وبتقوله انها مش محتاجة. وبنلاحظ ان المقنع حب تشيهيرو. المهم ان المقنع بسبب رفض تشيهيرو بيتعصب وبياكل رئيس العمال ومعاه واحدة من العمال. فالكل لما بيشوفوا المنظر ده بيخافوا وبيجروا. عامة تشيهيرو بتقرر تطلع من البلكونة وبتلاقي سلم على الحيطة، بس المشكلة انها لازم تعدي من على ماسورة حديد. فبتتشجع تشيهيرو وبتجري على الماسورة، وبالرغم من ان الماسورة كانت بتنهار الا انها فضلت تجري لغاية ما وصلت للسلالم وبدأت تطلع عليها. بس وهي بتطلع لمحت يوبابا جاية، فبتطلع وبتساعدها الورقة من غير ما تعرف في فتح الشباك عشان كان مقفول من جوه. المهم بتدخل تشيهيرو وبتلاقي نفسها في غرفة فيها ألعاب، بتطلع على مكتب يوبابا. عامة بتراقبها وبتسمعها بتقول ان هاكو خلاص بيموت وملهوش لازمة حاليا. بس مرة واحدة يوبابا بتلف على المكان اللي فيه تشيهيرو، فتشيهيرو بتخاف وبتستخبى في وسط المخدات. وبتدخل يوبابا وبتشيل كام مخدة، وهنا بنتفاجئ ان طفل يوبابا العملاق نايم وسط المخدات. فبتطمن عليه وتسيبه وبتمشي. وبعدها بتخرج تشيهيرو، بس قبل ما تمشي بيشدها الطفل وكان عايزها تلعب معاه، وبيقول لها انك لو طلعتي بره ممكن تمرضي. فقالت له ان القعدة هنا في الغرفة دي هي اللي بتجيب المرض. وبتسيبه وبتروح تشوف هاكو، وبتلاقي ان الرؤوس الثلاثة عايزين يرموه في الهاوية. فبتحاول تمنعهم، لكن بيجي طائر يوبابا وبيحاول يلهيها، وبيدخل كمان طفل يوبابا. فالورقة اللي كانت مستخبية في ظهر تشيهيرو بتطلع منها يوبابا، ومرة واحدة بتحول الطفل لفار صغير، وبتحول الطائر لذبابة، وبتحول الرؤوس الثلاثة لطفل شبه طفل يوبابا. فبتقول لها تشيهيرو انت مين وانك مستحيل تكون يوبابا. فبتقول لها انها زنيبة اخت يوبابا، وان هاكو سرق منها ختم السحر. ففجأة هاكو بيفوق وبيقطع الورقة وبتختفي زنيبة، وبياخد تشيهيرو والذبابة والطفل الملعونين وبينزل في الهاوية، وبيفضل يطير لغاية ما بيوصل لكماجي. وبعدها بيكون هاكو مش قادر يتحرك، فكماجي لما بيشوفه بيقول له انه بينزف من جوه وانه شكله بلع سحر. فبتضطر تشيهيرو انها تقسم الكرة العلاجية وتحطها له في بقه، فبيتألم هاكو بسببها وبيرجع طفيل غريب ومعاه الختم بتاع زنيبة. فبتاخد تشيهيرو الختم وبتدوس على الطفيل وبتقتله، وبعدها بيتحول هاكو لشخص طبيعي بس بيكون مصاب وبيموت. فبيقول لها كماجي ان السحر اللي عملته زنيبة قوي وانه هيخلص على هاكو. فبتقرر تشيهيرو انها تروح لزنيبة وترجع لها الختم بتاعها وتحاول تقنعها انها تسيب هاكو، وبتطلب من كماجي ان هو يساعدها. فبيديها تذكرة قطر وبيقول لها انها تركب القطر وتنزل عند قاع المستنقع، وقال لها خلي بالك لان مفيش حد راح لزنيبة
ورجع طبيعي. وفي اللحظة دي بتيجي رين وبتقول لتشيهيرو إن يوبابا عايزاها، وبتقول لها إن الوحش المقنع طلع اسمه الوحش بلا وجه، وإنه بيقول إن تشيهيرو هي اللي دخلته وعايزاكي تيجي وتتصرفي تطلعيه من المركز. وفعلا راحت ليوبابا وكانت متعصبة جدا، وبتشوف على كتف تشيهيرو طفلها اللي على شكل فار وما بتكونش عارفاه. عامة دخلتها للمقنع. تشيهيرو أول ما شافت المقنع لقيته كبر عن الأول وبقى ضخم. قالت له إنها مش فاضية وعايزة تمشي، وعايزة كمان هو التاني يخرج من المركز عشان يوبابا متضايقة. فبيزعل الوحش وبيتجنن وبيكون عايز ياكل تشيهيرو. فبتحط تشيهيرو باقي الكرة العلاجية في بقه، وبيفضل يرجع كل اللي أكله، وبيتعصب أكتر وبيفضل يجري ورا تشيهيرو، وبيرجع كل الأشخاص اللي بلعهم. وبيكمل جري ورا تشيهيرو لغاية ما بيخرج من المركز. وبتركب تشيهيرو مع رين المركب، وبيفضل المقنع يمشي وراهم لغاية ما بتوصل رين تشيهيرو لمحطة القطر. وبيجي القطر وبتاخد تشيهيرو طفل يوبابا الملعون هو والطائر، وبتاخد المقنع كمان، وبيركبوا القطر وبيمشوا. وبنسيبهم وبنروح لكاماجي، وبنلاقي هاكو بيصحى وبيصحي كاماجي وبيسأله عن تشيهيرو. فبيقول له إن تشيهيرو راحت لزنيبة عشان ترجع لها الختم وتفك السحر اللي عاملهولك. فبيروح هاكو ليوبابا وبيلاقيها متضايقة من تشيهيرو وبتفكر تطبخ باباها ومامتها. فبيقول لها مش ملاحظة حاجة عزيزة عليكي متغيرة؟ ولما بتبص لطفلها بتلاقيه بياكل بشراهة، ولما بتشيل من عليه السحر بتلاقي الرؤوس التلاتة، وبتتجنن وبتفضل تدور عليه. ولما بتعرف انه عند زنيبة بتتصدم جدا، وبيعقد هاكو معاها اتفاق، وهو انه هيجيب لها طفلها وفي المقابل هتسيب تشيهيرو وباباها ومامتها يمشوا ويرجعوا حياة البشر. بابا بتوافق، بس بتقوله انها لازم تعمل لتشيهيرو اختبار اخير. فبيوافق وبنسيبهم وبنروح لتشيهيرو واللي وصلت لقاع المستنقع، وبتلاقي عمود نور بيرحب بيهم وبيوديهم لبيت زنيبة. وفعلا وصلوا لغاية البيت، وبتستقبلهم زنيبة بنفسها، وبتعتذر تشيهيرو من زنيبة وبترجع لها الختم بتاعها. بس زنيبة بتقول لها انها مش مسامحة هاكو لانه دمر السحر بتاعها. فبتقول لها تشيهيرو انها هي اللي قتلت الطفيل الاسود اللي خرج من بطن هاكو. فبتضحك زنيبة وبتقول لها ان الطفيل ده السحر اللي عملته يوبابا عشان تسيطر بيه على هاكو. عامة بيقعدوا الكل يتسلوا، وبيبان ان زنيبة طيبة جدا على عكس يوبابا، لدرجة انها بتقول لتشيهيرو تقول لها جدة زنيبة. المهم الباب بيخبط، وبتقوم تشيهيرو تفتح وتشوف مين، بس بتتفاجئ لما بتلاقي هاكو واقف قدامها على هيئة تنين. فبتفرح جدا، ولما بتشوفه زنيبة بتسامحه، وبياخد هاكو تشيهيرو وطفل يوبابا والطائر وبيمشي بيهم. وبيقعد المقنع مع زنيبة لانه حب المكان. المهم وهما ماشيين تشيهيرو بتقول لهاكو انا افتكرت اني زمان وانا صغيرة وقعت في النهر، وقتها شفتك وكان النهر نهر كالاكو. انا حاسة ان اسمك نهر الكالاكو. ومرة واحدة بيتحول هاكو لطبيعته، وبيقول لها وهو فرحان انه افتكر كل حاجة وانه فعلا روح نهر الكالاكو. وبيفتكر تشيهيرو وبياخدها وبيرجعوا المركز يوبابا، وبتكون يوبابا مستنياهم ومعاها مجموعة خنازير، وبيسلموا يوبابا طفلها وبتشيل عنه السحر. وبتقول لتشيهيرو ان اختبارك الاخير عشان اسيبك تمشي، وهو شايفة مجموعة الخنازير اللي قدامك دي عايزاك تطلعي منهم اهلك. فبتبص تشيهيرو وبتقول لها ان في حاجة غلط وان اهلها ولا واحد منهم. ولما بتقول كده العقد اللي في ايد يوبابا بيختفي، وبيطلع ان فعلا ولا واحد من الخنازير دول اهلها، لان كلهم عمال من المركز حولتهم يوبابا عشان توقع تشيهيرو في فخ. ولكن الحمد لله ما حصلش. وبياخد هاكو تشيهيرو وبيقول لها ان بعد اللي حصل اهلها رجعوا بشر طبيعيين وحاليا بيدوروا عليها. وفعلا بتروح وبتلاقيهم، وبتودع هاكو وبيقول لها اكيد هنتقابل في يوم من الايام، وبتسيبه وبتمشي. ولما اهلها بيشوفوها بيقولوا لها ليه سبتينا؟ كان ممكن تتوهي او يحصل لك حاجه، ده انتوا مش بشر، ده انتوا فعلا خنازير. ما هو كل اللي حصل للبنت كان بسببكم يا ولاد وفي الاخر لما بيطلعوا بيلاقوا العربيه بتاعتهم مطربه، فبيستغربوا ها يا ترى ليه. وبس مع النهايه السعيده دي بيخلص الفيلم. ويلا سلام.